رواندا دي بلد صغيرة في شرق أفريقيا، بتتلقب بأرض الألف تل بسبب الجبال الخضراء اللي بتغطيها من كل ناحية. عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة، ومساحتها 26 ألف كيلومتر مربع، يعني تقريبا حجمها زي محافظة المنيا في مصر. رواندا معروفة بالجمال الطبيعي اللي بيخلي أي حد يزورها يفتن في جمالها، بالرغم من اللي حصل فيها من حروب وكوارث زي كده سنة 1994، وإنها نجحت تبني نفسها من جديد وتتصدر للعالم رسالة تفاؤل وقوة. رواندا دي بلد جبلية وخضراء ومليانة تلال وغابات وأمطار، فيها بحيرات زرقاء زي كيفو اللي على حدود مع الكونغو، وفيها حدائق وطنية زي منتزه فولكلوز اللي بيحمي حيوانات غوريا الجبلية النادرة جدا. والجو هناك معتدل طول السنة بسبب ارتفاع عن سطح البحر، لكن الأمطار هناك بتكتر في موسمين، مارس لمايو ومن أكتوبر لديسمبر. الروانديين شعب ودود وبيحبوا الفنون والموسيقى، ومعظمهم عايشين في القرى وبيشتغلوا في الزراعة. لكن المدن زي كيغالي العاصمة بدأت تتحضر بسرعة جدا، واللغة الرسمية هناك هي كينيا رواندا، والإنجليزي برضه هناك والفرنسي، لكن الشباب دلوقتي بيتعلموا الإنجليزية أكتر عشان يتواصلوا مع العالم كله. رواندا من الدول القليلة في العالم اللي عدد النساء في البرلمان فيها أكتر من عدد الرجال. نسبة النساء في البرلمان وصلت ل 61%، وده أعلى نسبة في العالم. النساء هناك بيشاركوا بشكل كبير في إعادة بناء البلد بعد المشاكل اللي حصلت والحروب اللي حصلت هناك، في كل المجالات، في الزراعة للتجارة للسياسة والحكومة كمان. الحكومة هناك كمان بتحارب العنف ضد المرأة وبتشجع التعليم للبنات بشكل كبير جدا. كيغالي واحدة من أنظف المدن في أفريقيا بسبب القانون الصارم اللي بيحظر البلاستيك وبيجبر السكان ينظفوا الشارع كل يوم سبت. الحكومة بتسميه بيوم النظافة العام. الناس هناك بيتباهوا بجمال مدينتهم، وفيها أسواق زي سوق كاموري اللي مليان تحف أزياء تقليدية، وكمان فيها متحف زي متحف الإبادة اللي بيحكي الميت يوم الأسود. هواي عاصمة الجنوب وفيها جامعة رواندا الوطنية ومتحف التاريخ الطبيعي اللي بيشرح تنوع الحياة البرية في رواندا. ريفو مدينة على الحدود مع الكونغو وفيها سوق كبير بتبيع فيه منتجات محلية وهدايا تذكارية. رواندا عندها كل حاجة لعشاق المغامرة، فيها منتزه فول كروز الوطني اللي تقدر تمشي فيه وسط الغابة وتشوف الغوريلا البرية وهي بتلعب عادي. ورواندا كمان مليانة مسارات للمشي لمسافات طويلة ما بين التلال الخضراء والبحيرات. بالرغم من النجاحات الكبيرة دي، إلا إن رواندا لسه برضو عندها تحديات زي الفقر في بعض المناطق الريفية ونقص الخدمات الصحية، لكن الحكومة بتستثمر في التعليم والتكنولوجيا عشان توصل لرؤية 2050 اللي هتخلي الدولة متقدمة بالكامل. الستات في رواندا ليهم طقوس غريبة جدا، لما يجوا يتجوزوا أول يوم في الفرح العروسة مش بتضحك خالص، والعكس لازم تبان إنها حزينة، وده دليل على إنها بتحب أهلها ومش عايزة تسيبهم، حتى لو كانت طايرة من الفرح من جواها لازم تفضل حزينة، ده إجباري. كمان الستات هناك عندهم عادة إنهم يحلقوا شعر راسهم بالكامل قبل الجواز، وده بيعتبر رمز للنظافة والبداية الجديدة. لكن الغريب إن هم بيسيبوا حتة صغيرة ورا راسهم كده عشان ما يتقطعش الحظ، وده الغريب اللي ما فهمتوش. والأغرب من كده إن في بعض القرى بيعملوا اختبار غريب للعروسة قبل الجواز، يخلوها تشيل حاجة تقيلة على راسها وتمشي بيها مسافة طويلة، ولو وقعت منها يبقى ما ينفعش تتجوز دلوقتي، عشان كده بيتقال عليها إن هي ست قوية وتستاهل الجواز. وفي عادات تانية بتقول إن الست لما تتجوز أول حاجة تعملها إنها تحط تراب من بيت أهلها في ركن بيت جوزها الجديد، ده عشان تحافظ على روح العيلة وتحس بالأمان.